ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ عايزه اكل حاجه غريبه كده لاني زهقانه من الاكل كله والله. طلعت كان عندي حتتين لحمه ضاني اهم ريش، قلت اتبلهم واشويهم على الجريل على البوتاجاز من فوق اهو. طبعا مش هعمل بقى فحم ولا دوشه، هعملهم على الجريل، اشويهم على الجريل. بس اهم حاجه اتبلهم تتبيله حلوه، بصلايه، ليمونه، شويه صويا صوص، شويه دبس الرمان، شوية حاجات حلوة كده هنعملهم مع بعض دلوقتي. حطينا القطايف، هنحط بصلاية، هنحط عصير ليمونتين عشان الليمون بدل الخل اهو. عصير ليمونتين كده اعصرهم، ما اجيب العصارة العصارة اهي عشان ايديا مش مالكة اهو. مش الليمون بنشيله عشان بنعمل بيه الصابون اهو. نحط كمان واحدة اهو. الليمونة التانية اهي، يبقى حطينا قطاية بصلاية اهو زي ما انتوا شايفين كده. هنحط مستردة، نحط معلقة مستردة بس كده. المستردة بتديها طعم حلو. صويا صوص شوية صغيرة برضو، ما نكترش لان هم حبة صغيرين اهو بس كده. وشوية ملح وشوية فلفل اسود الفلفل الاسود والملح يا حبايبي. معلقة فلفل اسود صغننة، شوية ملح صغيرة، كل حاجة حاجات بسيطة كده اهو. هنحط معلقة زيت، معلقة زيت. هنحط ايه؟ معلقة خل برضو صغيرة مش كتير عشان احنا حاطين ليمون. ونضرب كل الحاجات بتاعتنا دي ايه في الخلاط اهو يا حبايبي. بقى احط الخلطة اللي خلطناها بتاعت الشوي اهو على قد ايه اللي انا عاملاهم، حبة صغيرين كانوا موجودين عندي حتتين لحمة كده نخليهم من العين اهو. اسيبهم كده يتبلوا ساعة وشوية كده وايه اشوي على الجريل اهو زي ما انتوا شايفين. اسيبها بقى في التتبيلة شوية كده حلوة، وبعدين نرجع بقى لكم تاني لما نيجي نشويهم عشان ده غدايا النهارده، واعمل شوية طحينة جنبهم وخلاص اهو يا حبايبي. سبت التتبيلة ساعة وشوية اهي. جبت الجريل دهنته نقطة زيت اهو برضو اهو زي ما انتوا شايفين، واسيبه بقى لما يسخن قوي، واروح بقى ايه حاطه ريشه ريشه كده اهو. كمان الطشه اهو. ثم على قد الايه، على قد الشوايه. واعمل ايه بقى يا حبايبي عشان اسيبهم كده يستووا اغطيها كده واوطي شويه واسيبها تستوي بقى اهو يا حبايبي. ايه رايكم بقى في سوي الجريل كده اهو زي ما انتم شايفين؟ بصوا اهو
نوطي عليها ونسيبها تستوي، وبعدين نعلي براحتنا. شربت الخلطة اللي احنا كنا عاملينها اهو. اسيبه لما نوطي عليه بقى اما اطلعها اهو يا حبايبي. بقى هنطفي كده طفينا البوتاجاز. هنشيل بقى ايه، نشيل بقى اللحمه بتاعتنا كده. استوت اهي بقت زي الفل اهي. بصوا شكل بالشوكه كده اهي. ممكن بقى لو عندك حته فحميه هتولعيها وتحطيها تديها طعم الايه الفحم. بس طبعا الفحم زي ما انتم عارفين لو عملنا كده بيعمل ثاني اكسيد الكربون المضر بالصحه، غير السوي اللي احنا بنعمله اهو يا حبايبي. ايه رايكم بقى؟ تعالوا بقى نشوف غدانا دلوقتي اهو. ادي غدانا يا حبايبي. ايه رايكم بقى؟ لحمه مشويه ضاني، شويه سلطه زي بتوع الكبابجي، شويه طحينه وحلوه قوي، ورغيفين شامي صغيرين. اتفضلوا معايا.